السلام عليكم، عاملين ايه يا جدعان؟ معاكم محمود سولو. عايز احكي لكم على حادثه كده حصلت معايا من يومين. هحاول اختصر بسرعه عشان ما اطولش عليكم، عشان لو حد فتح باقه ولا حاجه ما يتزولش. المهم اللي حصل ان انا كنت بجري على البحر من عندنا في بحري، كنت واخد اوردر ورايح اوديه محطه الرمل. حلو. فناحيه فرج ابو خالد كده على البحر كان في سواق تاكسي بيعدي التقاطع، هيقطع الشارع، وانا كنت جاي بجري. حلو. فهو لسه جاي وبيعدي وبتاع، فانا رحت مرعش له ومديله كراكس عشان اللي هو انا داخل يعني، وبعدين انا بسرعتي، فاهم؟ فهو يا دوب راح واقف. قلت بس انا اعدي، يا دوب جيت عديت راح هو راح داخل. انت فاهم؟ لقيت نفسي انا والمكنه نايمين على الارض. فالمهم نزلت، اول حاجه عملتها نزلت مع المكنه، رحت فتحت باب السياره، رحت ماسكه كده، قلت له اخويا انا مش بقلب لك نور وشايفني جاري وبديك كلاكس؟ قال لي انت هتعمل ايه؟ لو ايه اللي عامل ايه يا عم، انا مش بديك نور وكلاكس. فقلت لك الناس اتلمت عليا ومسكوا فيا، الناس اللي كانت في المنطقه، اللي هو انت بتعمل ايه يا عم، حرام عليك، ده راجل كبير والحكايه والروايه. قلت لهم يا جدعان راجل كبير ايه يعني؟ راجل كبير كان هيموتني الراجل الكبير. واحد فيهم كان واقف قال لي انت بتزعل ايه وبتاع ومش عارف ايه. قلت له ايه يا عم اللي بزعل، انت مالك اصلا؟ فاهم؟ فانا يا جدعان الحوار ده انا عايز اترجمه معاكم كده. يعني مثلا بالنسبه للناس دي، ان انت داخل مثلا تسلك عركه، او داخل تسلك حكايه، او واقف تشهد على حكايه حصلت، الراجل ده خبطني، انت داخل تقول لي راجل كبير وسيبه وهو خلاص، وانت عشان يعني انت عشان شايفني واقف على رجلي مثلا، حسب كلامهم يعني ان انا واقف على رجلي فانا كده خلاص تمام المفروض امشي؟ طب ما الراجل ده خبطني والمكنه وقعت على الارض واتجرحت وحصل فيها، انت فاهم؟ طب ليه طيب اسيبه؟ يعني انا بقيت بعد ما كنت ماسك في سواق التاكس وعايز احل معاه، بقيت عايز امسك في الناس اللي واقفه بتسلك، فاهمني؟ لاجل ان هم بيتكلموا اي كلام. بس يا جدعان فاي حد يشوف الخلقه دي يا ريت ما تتدخلش. انا بعرف اتعامل مع نفسي، عشان يا تتدخل يا تقول كلمه حق يا ما تتدخلش خالص. انا بعرف اتعامل واجيب حقي من اتخن تخين، فاهمني؟ انما انت تتدخل وتعطلني وتقعد تتكلم في حاجات ملهاش لازمه بحجه راجل كبير ومش راجل كبير ومش عارف ايه، وتخلي سواق التاكسي ياخد بعضه ويمشي. يعني سواق التاكسي اصلا خد بعضه وماشي واحنا عمالين نتكلم، انت فاهم؟ والحمد لله ستر ربنا ان المكنه كانت سليمه وانا سليم الحمد لله، فاهم؟ بركه دعاء الوالدين وستر ربنا. فالمره الجايه يعني سواق التاكسي هيمشي، المره الجايه اللي اعلى ممكن يموت حد، ممكن يكسر حد، ممكن يعمل حاجه في حد، فحرام. انت فاهم؟ يعني انت واحد دلوقتي شفت واحد تاكسي دخل في واحد وهو جاي بيجري وبتديله نور وكلاكس وكل حاجه، فالمفروض التاكسي كان يهدى على نفسه، عشان دي اصلا مش سكته، سكتي انا اللي طالع. حلو. فانت دلوقتي لقيته خبطه وبتاع وهكذا، تروح رايح ماسك في اللي اتخبط اللي عامل حادثه وتقول له ما تتكلموش عشان ده راجل كبير؟ طب ما الراجل الكبير ده كان هيموتني. يعني انت بتحسبها ازاي؟ يعني هل مثلا عشان انت شايف شعرتين حلوين وبتاع جيت قلت ده انت بتاع بابا وماما وعيل توتي؟ طب يا جدعان ما احنا بتوع مشاكل ومن بحري وبتوع صنايع وكل حاجه ولينا في الحكايات، بس الواحد بيتقي الشر وبيمشي على جنب، فاهم؟ هل مثلا عشان لابس حته هدوم حلوه على الحبل والدنيا رايقه مثلا في الشكل فبتاخدها بالشكل مثلا ان ده معاه فلوس او يعني انت بتحسبها ازاي؟ يعني عشان لابس شنطه مثلا مش لابس باوتش تحسبها ان الشخص مثلا رايح نادي او شاب صغير راكب مكنه يتمشى بيها والكلام ده؟ مش عرفك يا عم، ما انا جايبها من تحت، ما اللي يتفرج عليا عارف ان انا جايبها من عجله ب 200 جنيه من سوق الجمعه، وهي اللي اشتغلت لحد ما وصلت اللي انا فيه، انت فاهم؟ فهي ابدا ما عمرها ما كانت بالشكل، فاهمني؟ فليه تحكم على واحد؟ يعني مثلا سواق التاكسي ده سابوه عشان خاطر هو راجل كبير، طب ما انا شاب يا عم صغير وابويا راجل كبير، لو كان حصل لي حاجه كان ابويا هيتعب برضه، فاهم؟ فانت ليه بتحسبها كده؟ ما حرام عليك، ما انت كده بتشهد شهاده زور، واصله لك؟ عشان انت هتتدخل لي عشان تيجي عليا انا؟ يا ابني انا اللي عامل الحادثه، تيجي عليا انا عشان هو راجل كبير؟ طب ما ممكن يكون عايز يموتني، ممكن يكون عايز انا اخبطه مثلا عشان ياخد مني عوض، عايزني انا، عايز يا عم يقتلني، الله اعلم يا عم بيه، ما انت متعرفش، ممكن يكون مسرسر، مش عرفك، هو عشان راجل كبير بقى خلاص كده بقى نسيبوه؟ طب ما يا صاحبي دلوقتي الست او البنت ما ينفعش تحكم في حكايه عشان هي يعني بتحكم بمشاعرها. هتقول لك ايوه بص ده الشاب وقع عمل حادثه حرام ده كده مظلوم، والراجل المفروض بيحكم عقله. يعني لما يجي يحكم هيقول لك لا السواق جه قطع كده والشاب ده كان ماشي في طريقه كده فالراجل ده غلطان، ده الراجل. انما انت ولا حصلت ده ولا حصلت ده، انت واقف بتحكم بالشكل، انت عشان حكمت عشان ده راجل كبير فده كده خلاص نسيبوه، وانت عشان شاب صغير بتجري يبقى كده انت غلطان، انت شاب طايش حسب كلام الناس، عشان كانوا بيقولوا لي انت بتجري. يا عم ايه بجري؟ ما انا بجري في طريقي، وانا بجري في بيتك، بجري في صالتك، ما انا بجري في طريقي والراجل ده قطع عليا، 1+1=2، الراجل ده غلطان. هو ايه اللي انا بجري؟ ما انا بجري على اكل عيش يا عم، ولا انت عشان شايفني لابس كويس ولابس شنطه وبتاع فبقيت بجري بلعب؟ انت واصله لك؟ وبالنسبه يا جدعان لسواقين التكوسه، يعني انتوا بتنزلوا من بيوتكم عايزين ايه بالظبط؟ يعني عايزين تعملوا مشاكل وترازوا الناس، ولا بتنزلين، ولا عشان ما فيش زباين بتجولكوا فانتوا بقى راضي اي شاب شغال دليفري، ولا راضي اي سواق مشروع، ولا راضي اي سواق ملاكي، ولا انتوا
دماغكم دي فيها ايه بالظبط؟ عايز افهم برضه، هل لون التاكسي الاصفر ده هو اللي عامل فيكم كده، ولا العربيه اللاده اللي عامله فيكم كده؟ انا مش لاقي لها ترجمه اصل كل ما اقابل سواق تاكسي مفيش حد فيكم سواق بيفهم الا من رحم ربي، فاهمني؟ فحرام يعني، راعوا ان احنا شباب صغيرين لسه عايزين نشتغل وعايزين نكون نفسنا وعايزين نقف على رجلينا. حرام ان انت كل شويه الاقي سواق تاكسي يكسر عليا. اللي هيشوف فيديوهاتي اللي فاتت الاقي كذا فيديو منهم واحد كسر عليا سواق تاكس، واحد تاني كسر عليا سواق تاكس، ومره كنت هموت وانا بجري في فيديو ومصورها سواق تاكس. فايه يا جدعان يعني، راعوا شويه ان احنا بنجري، مش كفايه الطريق مكسر رايح في داهيه كمان انتوا هتكملوا علينا؟ بالنسبه يا جدعان لاي شاب شغال دليفري او اي شاب بيركب موتوسيكل او اي شاب بيجري على اكل عيشه او نزاهه او ايا كان، يعني حاول بص ما تجريش. يعني يا ريت يا ابني اسمعها نصيحه من اخوك الصغير او اخوك الكبير، يا ريت ما تجريش، ما تديش الامان لسواق مشروع او سواق تاكس. بس فيا ريت يا زماله ما تجريش خالص، عشان يعني خاف على نفسك وخاف على الناس اللي في البيت. واهم حاجه تلبس خوذه. ليه؟ يعني انا اليوم اللي انا عملت فيه الحادثه ده اليوم الوحيد اللي انا كنتش لابس فيه خوذه، رغم ان انا دايما ببقى لابس الخوذه عشان يبقى عليك كاميرا، فاهم؟ بصور الفيديوهات اللي انت بتشوفها، الفيديوهات اللي فاتت دي كلها ببقى لابس الكاميرا حاططها في الخوذه، فاهم؟ وماشي بيها. فاليوم اللي انا ما لبستش فيه الخوذه حصل فيه كل دوت، فاهمني؟ فدايما اليوم اللي انت بتسهى فيه او بتطنش، اليوم ده اللي لا قدر الله ممكن يحصل لك فيه الحادثه ولا ممكن تعجزك، فاهمني؟ فدايما البس الخوذه بتاعتك، ودايما يعني امشي عدل يحترم عدوك فيك، فاهمني؟ واحنا مش حمل علاج ان انت تتعالج في كسر ولا في شرايح ومسامير ولا الكلام ده كله. يعني ربنا يبعدها عننا وعن السامعين. الحاجات دي ممكن توصل 80-100 ألف جنيه عشان خاطر تتعالج وما بترجعش زي الأول. ومهما كان برضو عايز أقولها، الشركات أو الطلبات، مرسول، المطاعم، الناس دي كلها مش هتخاف عليك زي ما انت هتخاف على نفسك. فما تجريش ولا غرز ولا الكلام ده كله بحجة اوردر أو طلب أو رزق، وانت كده كده بالنسبة لهم نفر راح ونفر جه مكانه بس. فانت محدش هيخاف على نفسك غيرك، لان كده كده في الاول في الاخر الارزاق دي بتاعت ربنا، فاهمني؟ يعني انا الاوردر اللي انا كنت واخده كان حد مقدم عليه طلب فراح مني، فانا زعلت. بعد كده نزل لي تاني وقدمت باعلى سعر، رغم ان هو ما كانش جاي لي الاول باعلى سعر، جاي لي باعلى سعر. فاتبسطت ليه؟ ان هو رزقي. فانت رزقك هتاخده، ليك في اليوم 100 جنيه، ليك في اليوم 200 جنيه، ليك في اليوم 1000 جنيه، هتاخدهم مهما وقفت على شعر راسك هتاخد رزقك. فبلاش سربعه وبلاش فاهم جري ملوش لازمه بحجه ان ده رزقي، عشان كده كده رزقك هتاخده. يعني انت عليك السعي مالكش النتيجه، فالنتيجه دي بتاعت ربنا والسعي عليك. واهم حاجه تحفظ نفسك، واهم حاجه تخلي بالك من نفسك، وهي في الاول وفي الاخر ستر من ربنا. الدروس المستفاده من الفيديو اولا ان انت تلبس خوذه ضروري جدا 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 عشان سلامتك وسلامه الناس اللي في البيت. ثانيا ان انت تمشي على مالك ما تجريش. ثالثا ان انت تخلي بالك جدا من سواقين التكوسه والمشاريع. رابعا ان انت لا قدر الله لو حصل لك اي حاجه ولقيت ناس بتتلم عليك، قول لهم يا جدعان ابعدوا عني. يعني قول لهم يا جدعان محدش ليه دعوه، محدش يتدخل، سواء كانوا بيحاولوا ينعشوك او بيحاولوا يحلوا الموضوع، قول لهم محدش ليه دعوه وانت عامل انت، فاهمني؟ بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش الشير كتير عشان غيركم يستفاد، واللايوكا. اشوفكم فيديو جديد. كلامك محمود سورو، سلام عليكم.